كنا عايزين نقول ان الحمد لله الحمد لله الجزاره هنا او المعلم صبحي عامه، لا الحمد لله بيتعامل في حاجه وحشه، لا بيتعامل في حاجه غلط، لا بيتعامل بيحب الناس كلها وهو محبوب من الناس كلها. احنا جايين هنا نصور عشان حب الناس للحاج صبحي. ما هو الموضوع كله ان في اعداء نجاح كتير اكيد، يعني اي نجاح ليه اعداء، بس الحمد لله طالما ربنا موجود معانا ما بيفرقش معانا كلام الناس وما بيفرقش معانا حاجه. احنا وجبه العميل بتنزل له من اول الجزاره، كل حاجه قدام العميل، كل حاجه. انت بتشتغل هنا ولا ساكن هنا؟ بتشتغل هنا ولا ساكن هنا وساكن هنا. معاك مؤهل؟ بكالوريوس سياحه ارشاد سياحي. يعني مش مستعر ان انت بتشتغل وبتقدم طلبات ولا بتقعد ناس ولا؟ احنا بنيجي هنا كل يوم بنبقى في خدمه الناس ديت، بنبقى في استقبال اكتر من 500 600 700 فرد في اليوم، بنخدم عليهم احسن خدمه، بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نحل مشكله الزحمه، بنتغلب على دوت في اوقات، بنراضي الزباين وكل حاجه بتبقى موجوده. تقول ايه للشباب اللي هي قاعده على القهاوي وتقول مفيش شغل في البلد؟ لا هو الموضوع كله ان مفيش حاجه اسمها مفيش شغل، في ان الموضوع ان الشاب لو حب يدور او حب ان هو ينزل في اي مكان يشوف شغل هيلاقي. المعلم عندنا يعني الحمد لله ما بيرجعش حد في شغل، ما بيمشيش حد، عمره ما سد باب رزق قدام اي حد. قلت له يا معلم قلت له يا حاج؟ المعلم، الحاج، البركه، المعلم صبحي، كل دي القاب بتاعت المعلم. الحنين بتاع الشعب والبركه ده اسم الشهره بتاعه والبركه. وكل حاجه قدامها باينه قدام الناس. احنا حضرتك المطعم الوحيد اللي لغايه دلوقتي بعد غلو الاسعار وبعد المواضيع الاقتصاديه اللحمه بعد ما زادت بقت ب 110. البركه لما زود نص جنيه وجنيه في كل صنف، وما كانش عايز يزود، يعني ما كانش حابب ان هو يزود في اي. هو عامل فرن هنا برضو بيخدم المنطقه والمطعم بتاعه. الفرن الخاص بنغطي المنطقه هنا لو حد حتى احتاج عيش، وبنغطي برضو المطعم واحتياجات المطعم. بشكرك يا ميدو.